مفيش شبكه. ثواني كده يا عم. خلاص الفلوس جاهزه. ماشي فلوس جاهزه. ماشي. في ايه يا محمود؟ ثانيه. في ايه؟ صاحب العماره بعت ابن البواب هناخد الايجار. طيب ماشي ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ابني نعيم البواب وعاوز الايجار. اتفضل يا حبيبي. ماشي يا باشا. عدهم ولا خلي ابوك يعدهم؟ لا خلي ابويا يعدهم. ماشي. بقول لك ايه، انا مبقتش عارفه اتصرف غير في 200 جنيه بس. تمام؟ وبعدين انا خايفه، انا جوزي اصلا يحس بيا، وقلت لك ما ترنش عليا لما انا ارن عليه. انا هينزل جوزي وهنزل انا احولهم لك. خلاص؟ يلا سلام. انت بتكلمي مين؟ ايه يا محمود؟ في خضتني. خطتك؟ ايوه بكلم امي. هكلم مين؟ طب ما انت امك لسه مكلمها من 5 دقايق. ايه المشكله يعني؟ لا اله الا الله. رب خبط رب خبط. طب وانت مالك بالباب؟ اقعدي. حاضر. يستر. السلام عليكم يا استاذ محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الفلوس دي ناقصه 200 جنيه. ناقصه كام؟ 200 جنيه. انت يا ابني انت مش واخد مني الفلوس هنا؟ انا خدت منك الفلوس وما عديتهاش. امسك يا عم. ناقصه 200 جنيه. يا حبيبي الفلوس ناقصه 200 جنيه. انت مصر ان الفلوس دي ناقصه 200 جنيه؟ اه ناقصه 200 جنيه. مش اول مره يا استاذ محمود، يعني احنا معاك، احنا بناخد ايجار بنتكلم معاك قبل كده. يا عم انا عددهم 2000 جنيه. يا عم دول 1800 برضه. لا اله الا الله. طب ماشي يا عم نعيم. ماشي خليهم معاك وانا نازل النهارده اديك ال 200 جنيه. ماشي يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فلوس ناقصه 200 جنيه؟ ده انا عدي الفلوس النهارده 3 4 مرات قبل ما ادفعها. ايه الكلام ده؟ يا نجوى. ايه يا محمود؟ في ايه؟ في ايه؟ البواب جالي دلوقتي مال؟ بيقول لي الفلوس بتاعت الايجار ناقصه 200 جنيه. فلوس ايه؟ الفلوس بتاعت الايجار اللي كانت هنا. من امتى وهي بتبقى ناقصه؟ انت اديتهم لمين؟ اديتهم لابن البواب ما وبعد يمكن كده ابن راح جاب البواب. ابوه. ما يمكن هو. هو؟ يمكن هو اللي خدهم. ما هيروحوا فين يعني؟ بعدين انت عارف الراجل ده يا شيخ يعني مش اول مره تدور الايجار يعني. ما ماشي، بس هيروحوا فين؟ وانا ما خدتش حاجه. طب دوري لي عليها. طب هنا ولا هنا؟ حاضر. هدور هنا ولا هنا؟ اشوف انا. غريبه يعني. تعال صوتها كده اهو. ماشي هيبان كل حاجه هتبان. ايه يا محمود؟ انا قلبت الدنيا مش لاقي حاجه. لا حول ولا قوه مفيش الا بالله. حاجه لاقيها. يعني ايه؟ والله ما لاقي حاجه. عفريت دخل البيت خد ال 200 جنيه ومشي؟ من امتى احنا فلوس بتروح مننا يا محمود؟ من يعني انت امتى؟ متاكده ان انت دورت عليها؟ ايوه دورت. مش مصدقه، انا دورت وقلبت الدنيا مش لاقي حاجه. اعمل ماشي ايه؟ ماشي ماشي. 60 ده انا كده هديله 200 جنيه النهارده، وابقى عارف بقى ان اعرف ان هو كده لازم اخليه يعد الفلوس بعد كده. قبل ما يمشي يبقى الظهر. ماشي. انا هقوم ادخل الحمام. ماشي. يا رب لو خدتها هيعرف. هاخدها بقى وربنا يستر. انا كنت عارف انت اللي بتعملي كده، بس يا ترى يا نجوى بتعملي كده ليه؟ ده انا حتى مش مخليكي ناقصك حاجه، وامك وابوك ظروفهم حلوه يعني، واخواتك كلهم عايشين تمام وكويسين، حتى اخواتك البنات مش ناقصهم حاجه، حتى انا ما بخليش حاجه ناقصه في البيت يعني. معقوله يا نجوى انت تكوني اللي بتسرقيني؟ يعني كل الفتره دي الفلوس اللي كانت بتضيع في البيت انت اللي بتسرقيها؟ بعد جواز 4 سنين مراتي في الاخر شكلها هي اللي بتسرقني. فلوس بتنقص ولا شكل المال السايب بيعلم السرقة؟ بس انا برضو مش هسكت، مش فارق معايا الفلوس ديت بتنقص، لو راحة في البيت ما عنديش مشاكل، بس الفلوس دي لو بتروح لحد تاني. جهزي لي هدوم عشان عايزة اتشطف. حاضر. ماشي؟ حاضر. نحط الهدوم دي هنا وابص كده على الفلوس، اشوف حاطه فلوس في كل فين. محطش حاجه. اعمل ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كان السبب ايه ده؟ ايوه باخد 100 سيب انت عشان ما ياخدش باله. ربنا يستر. انت كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجه. في ايه محمود؟ هات ال 100 جنيه اللي كانت مع ال 200 جنيه دي. 100 جنيه يا محمود. الله! يا
يعني انت اللي خدت ال 200 جنيه اللي كانت على الكنبه؟ ايوه. وانت اللي خدت ال 200 جنيه من فلوس الايجار؟ ايوه. تسرقيني انا؟ اقول لك على كل حاجه، مش بسرقك. تسرقيني انا؟ مش بسرقك. يا لهوي كل شويه مساحه مساحه، القرف ده. انا اروح اقول لماما. يا ماما ايه يا بنتي؟ التليفون عمال يقول مساحه مساحه وراح قافل خالص. ايه اللي حصل كده؟ ما اعرفش، راح اقول لك قافل. يا رب، وابوك لك لو رن عليا اعمل ايه انا؟ خليك انا. معرفش. طب خليك انا اما اشوف، انا هروح لراجل بره ده واعمله ايه؟ حاضر. شوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا محمد. ايه تليفون حاجه ولا ايه؟ التليفون بس علق مره واحده، مش عارفه في ايه. وريني. هروح للراجل يشوف. وروني كده عملولي. انت بتفهم فيهم؟ عليه الاثنين. طب الله يصلح حالك. طب بصي سيبوا لي بس 10 دقايق كده اعمله وابعته لك ما انا. تقولش انا عشان بس زمانه جاي. طب انت عامله باسبور دي ولا حاجه؟ علامة صح. ناقشه يعني. علامة صح. طب تمام. ماشي. 10 دقايق وابعته الله لك. يصلح حالك يا الله يخليك، شكرا. مين؟ بابا موجود؟ لا بابا في الشغل. ماما هنا؟ طب اديها لي لو سمحت. يا ماما كلمني عم قمر. حاضر يا عم. اتفضل يا عم. يا ست الكل. ايه وعملته؟ تليفونه يا باشا شغال، تليفون 14. طب الله يصلح حالك، شكرا يا عم. الله يبارك تسلمي. فيك. بقول لك شكراً. ايه، اتفضل. البروفايل اللي هو عليه الصور ده جميله. انت شفت الصور يا انور؟ شفت الصور؟ انا خدت الصور كمان يا انور؟ يعني دي اللي عملنا ان انا اديتها لك؟ ورنيت على نفسي، هتلاقي رقمي عندك اخره 11. بسم الله الرحمن الرحيم. اسود على ايه بس دلوقتي المصيبه دي؟ يا نهار ابيض عليا وعلى سنيني. يا في ريتني ايه يا ماما في ايه؟ يا ريتني ما اديت التليفون. طلع راجل مش محترم وفتح التليفون وشاف الصور وقال لي خدت كمان الصور. انا كنت عايزه اقول لك كده اصلا، انا عارفه من الاول. طب اعمل ايه انا بس دلوقتي؟ انا كنت خايفه من ابوك كده. بابا لو عرف ممكن خلي يدور. ليلتنا سودا، ربنا يستر بقى وعدها على خير. هات يا ست الفلوس. اتفضل. زود الفيزيتا شويه. ان شاء الله منين؟ ان شاء الله هلاقي عليك منين انا؟ بقول لك ايه، تأمر في الصور. عمر يا حبيبي. مين اللي على الباب؟ ده البواب. عايز ايه؟ مفيش، كان عايز الزباله. اه. ومن امتى البواب بيجي ياخد الزباله؟ هو كان جاي يخبط وقال لي هات الزباله، اديتها له. طب جهز لنا حاجه ندفعها. حاضر. انت عارف انا مش طبعي ده، واحنا الحمد لله مبسوطين، بس غصب عني والله وخفت منك. وما قلتليش ليه؟ ما انت مش عارف، خايفه منك اقول لك الحاجه يعني حسبي الله ونعم الوكيل، كانت السبب. طب وانت اتصرفت ازاي اصلا زي كده من غير ما، وازاي تدي تليفونك لحد ما تعرفوه؟ اعمل ايه بس غصب عني والله. وكل شويه اتصل بيا يهددني وانا خايفه منك وخايفه احكي لك، مش عارفه اتكلم مع حد. ماشي معاك الرقم اللي بيتكلم منه؟ ايوه معايا. فين تليفونك؟ اه. يعني اللي بيعمل كده ساكن هنا؟ اه. وازاي لما بنتك قالت لك التليفون معلق اي حد تقابليه على سلم العماره؟ انا كنت طالعه ورايحه اعمله عند الراجل بتاع الصيانه، فهو قابلني وقال لي في ايه؟ قلت له في واحد اتنين تلاته، فقلت طب وريني كده اشوف هعمله لك انا. اديتهوله، ما يعني جارنا، قلت مش هيعمل حاجه ولا كده، مش فكرتش ان هو اسمه هيعمل ايه؟ كده. اسمه انور. رني عليه. اخر مره بعتله فلوس امتى؟ اول امبارح. اتصلي عليه وقولي جوزي نزل وتعالى عشان عايزاك. حاضر. الو. ايوه يا عم. بقول لك جوزي لسه نزل لي دلوقتي بسرعه. سلام. ناوي تعمل ايه؟ هاتيلي بستله وامليها ميه. حاضر. هتعمل ايه بالميه يا محمود؟ هقول لك دلوقتي. عايز قلم وعايز دفتر الشيكات بتاعي، يا اما تجيبي لي شيك منه وهاتيلي البصامه. حاضر. لازم اخليه عبره لاي حد يفكر يعمل كده. اتفضل. شيك على بيض ده. شكله جه. اعمل ايه؟
وروح افتح الباب. افتح له؟ اه. تعالى ايه يا باشا هات المعلومه. تعالى بس اتفضل. إيه اللي اتفضل مفيش حد هنا خلص ادخل. مفيش حد؟ لا مفيش حد. شكلها كده الدنيا راقت. راقد فعلا. ايه ده؟ جوزي. اقعد هنا. اقعد. بكره طيب فين؟ خش جوه. فين التليفون اللي انت كنت بتكلمها منه؟ تليفوني إيه يا عم؟ انت مالك مال تليفوني؟ وريني كده التليفون. انت مالك يا عم مال تليفوني؟ هات التليفون يالا. هات التليفون. تليفون؟ هات التليفون. انتوا عاملين عليا نمره ولا ايه؟ هو ده التليفون اللي كان بيكلمك منه؟ اه. وهو ده التليفون اللي صورك عليها؟ اه. ايه بقى انت عملته ده؟ اقعد يلا. عايز اتاكد بس انه غير. ايه يا عم انت بتعمله ده يا عم؟ انت مجنون ولا ايه؟ ايه اللي خلاك تعمل كده يا عمر؟ ايه اللي حصل يا عم؟ خد منك كام؟ حوالي 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ اه. اخد الحق صنعة يا قمر ولا صنايعي. تليفونك بقى احنا هنسيبه هنا لحد ما يبوش. ده على بياض. انت خدت 2000 جنيه صح؟ احنا هناخدهم منك 10000 جنيه وبالرضا. طب انا هاخد تليفوني. لا مش هتاخد تليفونك. احنا عايزين. انت مش خدت اللي انت عايزه؟ واحنا بقى عايزين التليفون وعايزين الشيك. يلا شرفت. عايزه تقولي حاجه؟ قول له غير حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يلا. عشان تعمل ليه فيا كده؟ ماشي يلا. ثواني، هو دخول الحمام زي خروجه؟ يا شيخ منه لله بس منه لله. عرفت بقى استهتارك اه كان هيوصلنا ليه؟ عرفت وندمانه والله العظيم. الحمد لله جت على قد كده. اخد الحق صنعة. الحمد لله ربنا يبارك فيك يا محمود يخليك ليا يا رب. بس المهم انت ما عشان بعد تزعلش مني. كده تستشيريني قبل ما تعملي اي حاجه وتتصرفي. هو خوفي منك بس وخوفي عليك برضو تزعل. انا بعد كده خلاص مش هخلي ولا صورة عندي على التليفون تاني ابدا. شيل المايه دي بالتليفون وارميهم في الحمام. حاضر ماشي.